كابتن اسامه، ايه ايه موقف بزيرة دلوقتي حاليا؟ والله قبل ما اتكلم على بسيرة ان شاء الله بدايه النهارده كل الدعم وكل التوفيق نادي الزمالك، كل الدعم للكابتن معتمد. ده الوقت بتاع الدعم، مش وقت تقطيع ولا وقت نلوم نفسنا والكلام ده كله. الزمالك داخل النهارده هو حامل اللقب، عايزين نحافظ عليه. في مشاكل وفي بس عندي ثقه كبيره جدا في جمهور نادي الزمالك وجهاز نادي الزمالك ولاعب نادي الزمالك. موضوع بزيرة مغري، اللاعب راح الاهلي الاماراتي وهيمضي هناك وعديله بالتجنيس، ودي جامده ومش سهله علينا. لا، نادي الزمالك بيطلع خطاب، بيطلع بيان الفجر، مش ناس يعني مش مشكله، مش ناس بس مش مشكله، لا لازم بيان قاتل بعد كده. اللاعب مستمر معانا وانا بعرضه للبيع وانا ابقى لاعلى سعر وما يلزمنيش، خلاص مع السلامه. بس انا نفسي يبقى عندي ثقه في اداره نادي الزمالك. يعني انا من واحد من الناس في مواضيع كتيره، يعني من ضمنها موضوع الارض لما انسحبت انا تعبان نفسيا. الموضوع ده تعبني نفسيا، ان ازاي احنا الجمعيه العموميه والجمهور اداك الثقه دي وبسهوله الارض تروح. فانا خايف يحصل زي موضوع زيزو، وازاي يحصل زي موضوع زيزو. لازم بيان قوي للنادي الاهلي الاماراتي ازاي يتفاوض مع اللاعب وابوه، ماليش فاوض مع النادي. اتمنى يبقى عندنا ناس اقوياء في كده، اتمنى. كل التوفيق للزمالك النهارده ان شاء الله. اشوفكم على خير. شكرا يا كابتن اسامه.